بيبدأ الفيلم مع شخص اسمه وينستون بيكون قاعد في بيت صغير في ولاية ألاسكا، وفجأة بيحس وينستون بصوت بره البيت فبيقلق وبيقوم يفتح ستارة الشباك وبيتخض لما بيلاقي الحيوان ده قدامه. وبعد لحظات بيتفاجئ وينستون لما اتنين من رجال الشرطة بيكسروا باب البيت وبيدخلوا يقبضوا عليه. وهنا بتظهر شرطية اسمها مادلين وبتعرفه بنفسها، وساعتها بنعرف ان وينستون هربان من الشرطة وان هو بيشتغل محاسب عند زعيم عصابة اسمه موري. وبنعرف كمان ان وينستون اختلس من موري مبلغ كبير وهرب، ووقتها بيعرض وينستون على مادلين ان هو يعمل صفقة مع الشرطة وان هو مستعد يشهد ضد موري في المحكمة، بس اهم حاجة ان الشرطة توفر له الحماية الكاملة. فبتتصل مادلين برئيستها اللي اسمها كارول وبتقول لها على صفقة وينستون، وكارول بتوافق. وتاني يوم بتأجر مادلين طيارة خاصة علشان تاخد وينستون وتوصل بيه لمدينة قريبة منهم، ومن هناك هيسافروا لأمريكا وتسلم وينستون للشرطة. ووقتها وينستون بيتريق على الطيارة لأنها قديمة وصغيرة، فبتعرفه مادلين إن هي دي الطيارة اللي موجودة في التوقيت ده. وبعدها بتربطه في الكرسي وبتقعد تستنى الطيار. وبتتصل مادلين بكارول وبتطمنها إنهم خلاص ركبوا الطيارة، فبتعرفها كارول إن هي أول ما توصل أمريكا تروح بوينستون على مدينة سياتل. بعدها بيدخل الطيار وبيكون اسمه داريل، بس بتتفاجئ مادلين إن هو بيتكلم كتير جدا، فبتقول له إن هي مستعجلة وبتطلب منه يسكت ويطير بيهم. ولما بيبدأ داريل يطير بالطيارة، الطيارة بتتهز جامد، فبتقلق مادلين وبتسأله عن اللي بيحصل، لكن داريل ما بيكونش سامعها وبيشاور لها على السماعة علشان تلبسها وتعرف تتكلم معاه. فبتلبس مادلين السماعة وبتسأل داريل مرة تانية، فبيطمنها وبيقول لها ان اللي بيحصل ده طبيعي وان هم هيكملوا رحلتهم لحد ما يوصلوا مدينة سياتل بسلام. ولما بيسألها داريل عن تهمة وينستون بترفض تجاوبه وبتقول له ما يتدخلش في حاجة ما تخصهوش. بس مادلين بتلاحظ جرح ورا ودن داريل وبتسأله عنه، فبيقول لها ان هو اتعور اثناء اعمال صيانة الطيارة. فبتسأله هم قدامهم قد ايه، فبيعرفها ان هم قدامهم ساعة وربع ويوصلوا. وبعد شوية وقت بيخبط طائر في الطيارة والطيارة بتتهز جامد، فبتتوتر مادلين ووينستون بيكون قاعد خايف جدا. لكن داريل بيطمنهم وبيقول لهم ان حظهم حلو ان الطائر ما خبطش في محرك الطيارة، وبسبب اهتزاز الطيارة بتقع ورقة على الارض قدام وينستون وبيقربها منه. وبيتصدم وينستون لما بيكتشف ان الورقة دي هي رخصة الطيار داريل الحقيقي، وده معناه ان الطيار اللي معاهم حاليا يبقى واحد من رجالة موري زعيم العصابة. فبيحاول وينستون ان هو ينده على مادلين لكن ما بتسمعهوش، وده لان هي حاطة السماعة على ودانها. فبيقطع زرار من قميصه وبيحدفه عليها، واول ما بتبصله بيقول لها ان في حاجة وقعت منه على الارض وعايزها تجيبها له، ولكن مادلين بترفض. فبيقول لها ان هو تعبان وممكن يرجع، فبيديله داريل الكيس علشان لو تعب يرجع فيه. وساعتها بتلاحظ مادلين ان في بقعة دم على دراع داريل وبتبدأ تشك فيه، وبتفتكر ان هو اول ما ركب الطيارة كان عارف ان هم هيروحوا مدينة سياتل. فبتسأله هو عرف ازاي ان هم رايحين على هناك، فبيقول لها داريل ان ده تخمين مش اكتر. وبيغير الموضوع بسرعة وبيفضل يتكلم في حاجات كتير علشان يشتت انتباهها، زي ان هو بيقول لها ان هي شبه حبيبته السابقة. فبتقول له مادلين ان هي عايزة تتصل بمراقبة الحركة الجوية لان ده بروتوكول امني وهي لازم تعمله. فبيعمل نفسه بيحاول يتواصل معاهم، وبعدها بيقول لها ان الجبال حجبت الاشارة. وبعد شوية وقت مادلين بتقول له ان الطيارين في ألاسكا مش كتير وكلهم عارفين بعض، واكيد هو يعرف الطيار اللي ركبت معاه من يومين واللي اسمه جاكي. فبيقول لها داريل ان جاكي ده من اعز اصحابه. فبتفاجئه مادلين وبتقول له ان جاكي ده ست مش راجل. وهنا بيفهم داريل ان مادلين كشفته، واول ما بتطلع سلاحها بيهجم عليها وبيضربها بقوة لحد ما بيغمى عليها. بعدها داريل بيقول لوينستون ان موري بيقول له ان هو خيب ظنه فيه، فبيترعب وينستون وبيعرض على داريل انه يديله $1,000,000 في مقابل ان هو يسيبه يعيش. فبيتفاجئ وينستون لما بيسمع المبلغ ده، وبيسأل وينستون هو سرق كم من موري. فبيعرفه وينستون ان هو سرق ملايين كتير جدا، ومع ذلك كل الفلوس اللي هو سرقها ما تجيش نقطة في بحر ثروة موري. وبيعرفه ان هو بقاله سنين بيبعت $25,000 رشوة لواحد بيشتغل لحساب موري في مدينة سانكاتي. وبيأكد وينستون لداريل ان هو لو سابه يعيش هو هيختفي للأبد، وبكده موري مش هيعرف ان هو ما قتلهوش وهيستفيد $1,000,000. وبيقول وينستون لداريل ان هو ما قالش حاجة للشرطة بشكل رسمي، وبكده يبقى ما فيش
مفيش اي ضرر هيحصل لموري من اي نوع. لكن داريل بيقوم من مكانه وبيقرب من وينستون وبيعرفه ان هو مش ممكن حد يشتريه بالفلوس، وان هو بيستمتع بمهنته كقاتل مأجور. وبيعرفه كمان ان هو هيستمتع اكتر لما يعتدي على مادلين قبل ما يخلص عليها، وبياخد منه نضارته وبيرميها على الارض وبيكسرها. وفي الوقت ده مادلين بتكون فائت بس بتعمل نفسها مغمى عليها، وبتطلع من جيبها صاعق كهربائي بهدوء. واول ما داريل بيقرب عليها علشان يربطها بتصعقه، فبيقع داريل على الارض وبيغمى عليه. وساعتها بيكون وينستون مرعوب وخايف جدا، فبتقرب منه مادلين علشان تهديه. بس وقتها بيفوق داريل وبيهجم على مادلين، وساعتها بتخبط مادلين في دراع الطيارة والطيارة بتنزل بيهم. وبتفضل مادلين تقاوم داريل لحد ما بتصعقه مرة تانية وبيقع على الارض في مؤخرة الطيارة. بعدها بتتحرك مادلين بسرعة وبتمسك دراع الطيارة وبتشده بكل قوتها لحد ما بتقدر ان هي ترفع الطيارة قبل ما تقع بيهم. وهنا بتهدى مادلين وبتشغل الطيار الآلي وبتروح تفتح شنطة الإسعافات وبتاخد منها مقص، وبتخلي وينستون يساعدها ويفك ايديها. ولما بتحاول مادلين ان هي تشيل داريل ما بتقدرش لان وزنه تقيل، فبتضطر ان هي تفك وينستون من الكرسي علشان يساعدها. فبيقترح وينستون عليها ان هي تقتل داريل وتخلص منه، ولكن هي بترفض. فبيقوموا بيشيلوا معاها وبيربطوه سوا. ووقتها بتفتش مادلين في جيوب داريل وبتتفاجئ لما بتلاقي صور ليها ولوينستون، وكمان صورة لبيت والدة وينستون. فبيخاف وينستون على والدته وبيقول لمادلين انهم لازم يحذروا والدته باي شكل، فبتطمنه وبتقوله ان هي هتعمل كده. بعدها بتحاول مادلين ان هي تتواصل مع اي حد من مراقبة الحركة الجوية، بس الاشارة بتكون ضعيفة ومفيش حد بيستقبل رسالتها. فبتفضل مادلين تكرر في الرسالة لحد ما اخيرا بتسمع حد بيرد عليها وبتطلب منه المساعدة وبتعرفه ان هي في مشكلة لان الطيار اغمى عليه وهي مش عارفة الطيارة رايحة بيهم على فين بالظبط. فبيبدأ المراقب يساعدها، ولكن للأسف الاتصال بيتقطع. فبتتوتر مادلين وبتكونش عارفة تتصرف ازاي. وفجأة بتفتكر ان التليفون اللي معاها متوصل بالاقمار الصناعية، فبتلوم نفسها علشان هي مش مركزة بشكل كويس. وبتتصل على كارول بسرعة وبتعرفها باللي حصل، وبتقول لها ان داريل دمر نظام الملاحة علشان محدش يقدر يعرف مكانهم. فبتهديها كارول وبتقول لها ان هي هتخلي طيار يتصل بيها ويساعدها. فبتقول لها مادلين ان هي لازم تبعت حد لبيت والدة وينستون علشان هي في خطر. فبتعرفها كارول ان هي هتتصرف وهتعمل اللازم. وبعد ما مادلين بتنهي المكالمة بيفوق داريل وبيفضل يستفز فيها، فبتمسك مسدسها وبتصوبه ناحيته. لكن داريل بيرد عليها بكل هدوء وبيعرفها ان الرصاصة هتعدي من جسمه وهتخترق خزان الوقود اللي هو قاعد قدامه، وساعتها الطيارة هتنفجر بيهم. فبتضطر مادلين ان هي تنزل المسدس، وفي اللحظة دي بيتصل بيها الطيار اللي من طرف كارول وبيكون اسمه حسن، وبيساعدها حسن واحدة واحدة وهي بتعمل زي ما هو بيطلب منها بالظبط لغاية ما وضع الطيارة بيستقر وبتتحرك في الاتجاه الصح. وبعدها بتشغل مادلين الطيار الآلي مرة تانية. ووقتها حسن بيقول لها ان هي لما تشوف الساحل قدامها تتصل بيه لان هي هتكون قريبة من المطار وهو هيعرفها ازاي تنزل بالطيارة. وبعدها مادلين بتفضل تفكر ازاي موري قدر يعرف ان هم وصلوا لوينستون بالسرعة دي، وبتبدأ تشك ان في حد بيشتغل لحساب موري في مكتب التحقيقات. وقتها بتتصل بيها كارول وبتقول لها انهم لقوا الطيار الحقيقي ميت في بيته، وبتعرفها ان هو اتعذب كتير جدا قبل ما يموت بطريقة بشعة. فبتسألها مادلين مين اللي يعرف بالمهمة غيرهم، فبتقول لها ان المدعي العام يعرف لان هو اللي اعتمد التصاريح الخاصة بالمهمة. وبتقول لها ان كول رئيس مكتب التحقيقات يعرف هو كمان بالمهمة. وبتكون مادلين لسه هتكمل كلامها معاها لكنها بتلاقي جبل قدامها، فبتنهي المكالمة بسرعة وبتعطل الطيار الآلي وبتمسك دراع الطيارة وبتسحبه بسرعة علشان تتفادى الاصطدام بالجبل. وبتقدر مادلين ان هي ترفع الطيارة. وقتها داريل بيلاقي سكينته وقع على الارض، فبيثبتها برجله وبيخبيها تحت منه من غير ما حد يشوفه. وفي اللحظة دي الطيارة بتخبط في كتلة من الجليد بس ما بيحصل لهاش حاجة. بعدها داريل بيتكلم مع مادلين وبيقول لها ان هو فرحان ان هي ما قتلتش وينستون. فبيستغرب وينستون من كلامه وبيسأل مادلين هو يقصد ايه، لكن مادلين بتقوله يتجاهل كلامه وما يشغلش باله بيه. بس داريل بيقول لوينستون ان مادلين قتلت شاهدة كانت هتسلمها للشرطة زيه. وبيسأل داريل مادلين مين اللي خلاها ترجع للعمل الميداني مرة تانية. وهنا بتفقد مادلين
مادلين اعصابها وبتقوم من مكانها وبتروح تضربه علشان يسكت، واثناء ما هي بتضربه نضارتها بتقع منها وبياخدها داريل وبيفك دراع منها وبيخبيه في ايده. بعدها مادلين بتلاقي وينستون خايف ومرعوب منها، فبتضطر تحكي له عن اللي حصل معاها وبتقول له ان هي من فترة كانت مسؤولة عن حماية شاهدة في قضية مهمة، ووقتها كانوا مستخبيين في بيت بعيد عن المدينة لحد ما يجي يوم الجلسة وتقول شهادتها. بس البنت طلبت منها ان هي تستحمى لوحدها بدون ما تراقبها، فدخلتها مادلين الحمام وكلبشتها في البانيو، وبالرغم ان ده مخالف للبروتوكول الامني بس هي حبت تحافظ على خصوصية البنت. وللأسف ظهر وقتها قاتل مأجور ورمى قنبلة حارقة على البنت والنار مسكت فيها لحد ما ماتت. وبتكمل مادلين كلامها وبتقول ان هي اتعاقبت بسبب الحادثة دي واتحرمت من العمل الميداني لفترة طويلة. وفي اللحظة دي بتتصل بيها كارول علشان تنسق معاها عملية تسليم وينستون، بس مادلين بتقاطعها وبتعرفها ان في جاسوس في مكتبهم، والدليل على كلامها ان الطيار المزيف عارف معلومات كتير عنها. فبتقول لها كارول ان هي هتتصرف في الموضوع ده، وبتعرفها ان هي هتبعت لها فريق امني بمجرد ما توصل علشان يستلم منها وينستون. فبتسألها مادلين عن رأي كول رئيس المكتب في عملية التسليم، لكن كارول بتقول لها ان كول ما يعرفش حاجة لان دي مهمتها وهي المسؤولة عنها. وهنا بتشك مادلين ان كارول هي الجاسوسة اللي في المكتب، واول ما بتنهي المكالمة معاها بتتصل بكول علشان تعرفه، بس بتلاقي مديرة مكتبه هي اللي بترد عليها وبتقول لها ان كول في اجازة، لكن مادلين بتصمم توصل له وبتعرفها ان دي مسألة حياة او موت. وفعلا بيرد عليها كول وبتقول له مادلين ان كارول جاسوسة وبتشتغل لحساب موري زعيم العصابة. فبيتصدم كول وبيقول لها ان هو هياخد معاها الاجراء المناسب فورا، وبيقول لها ان هو حاليا في بيته في مدينة سانكاتي وان هو هيقطع اجازته ويرجع على المكتب فورا. وبعد المكالمة بتفتكر مادلين وقت ما كانت بتمثل ان هي لسه مغمى عليها، وساعتها هي سمعت وينستون وهو بيقول لداريل ان هو بيبعت رشوة لواحد في مدينة سانكاتي، وبما ان دي نفس المدينة اللي فيها بيت كول رئيس المكتب فده معناه ان كول هو الجاسوس مش كارول. فبتتصل بسرعة بكارول وبتحكي لها على كل حاجة وبتعتذر لها لان هي شكت فيها وافتكرت ان هي الجاسوسة، وبتطلب منها تمشي من المكتب بسرعة، وده لان كول هيبعت حد علشان يقبض عليها. وبعد ما مادلين بتنهي المكالمة بتشوف الساحل قدامها، فبتتصل بسرعة على الطيار حسن، فبيسألها حسن عن الوقود اللي باقي في الطيارة، فبتعرفه بكمية الوقود وبتسأله لو في مشكلة، فبيطمنها وبيعرفها ان كمية الوقود هتوصلها للمطار. وفي اللحظة دي بنشوف داريل وهو بيستخدم دراع النضارة وبيحاول يحرر نفسه، وبينجح ان هو يحرر نفسه فعلا وبيهجم على وينستون وبيطعنه بالسكينة. وبعدها بيحاول ان هو يخنق مادلين بحزام الامان وياخد منها مسدسها، لكن وينستون بيطلع السكينة من جسمه وبيقطع الحزام، ووقتها بيقع داريل على الارض وبيحاول ان هو يضرب مادلين بالنار، بس مادلين بتتفادى ضرب النار وبتمسك مسدس الاشارة وبتضرب داريل بيه، وبعدها بتمسك طفاية الحريق وبتضرب داريل على دماغه وبيغمى عليه، وبتستخدم بعدها الطفاية وبتطفي جسمه قبل ما النار تمسك فيه. وبترجع مادلين لوينستون علشان تطمن عليه وبتديله مسكن علشان يقدر يتحمل الألم، بس وينستون بيكون خايف جدا وبيفضل يقول لها ان هو خلاص هيموت، وبيوصيها ان هي تروح تزور والدته وتكذب عليها وتفهمها ان هو كان بيعمل حاجات كويسة، لكن مادلين بتهديه وبتقوله ان هو هيعيش، وبتتصل بحسن وبتعرفه باللي حصل وبتسأله ازاي هي تزود سرعة الطيارة علشان توصل بسرعة وتنقذ وينستون. فبيفهمها حسن ان لو هي زودت سرعة الطيارة الوقود هيخلص قبل ما توصل للمطار، بس مادلين بتصمم على رأيها، فبيضطر حسن ان هو يساعدها وبيعرفها تعمل ايه. وبعدها بتتصل مادلين على كارول علشان تطمن عليها، لكن بتتفاجئ ان كول هو اللي بيرد عليها مش كارول، وبيقول لها ان هو اتأكد فعلا ان كارول هي الجاسوسة، بس للأسف عربية خبطتها وهي خارجة من مكتبها وماتت. فبتنهار مادلين وبتقول له ان هو اللي خطط لكل ده، وبتقول له كمان ان هي عرفت ان هو الجاسوس اللي بيشتغل لحساب موري، والدليل ان موري بيحول له 25,000 دولار كل شهر في حسابه. فبيقول لها كول ان هي مش هتقدر تثبت عليه اي حاجة وبينهي المكالمة،
ووقتها بتنهار مادلين وبتحس بالذنب لان هي سبب في موت كارول، ولكنها بتتمالك اعصابها وبتتصل بحسن مرة تانية وبتقوله ان هي قربت من المطار وبتطلب منه يعرفها ازاي تهبط بالطيارة. وساعتها داريل بيكون فاق وبيحاول يحرر نفسه من الكلبشات اللي ربطته بيها مادلين، وبيقدر فعلا ان هو يحرر نفسه وبيهجم على مادلين، وبسبب الهجوم ده الطيارة بتخرج عن مسارها، لكن مادلين بتزق داريل بعيد عنها وبتضربه بالنار في رجله. وبعدها بترجع تكمل مكالمتها مع حسن وبتقدر ان هي تسيطر على الطيارة وبتعدل مسارها، بس للأسف الوقود بيخلص ومحرك الطيارة بيقف. وساعتها مادلين بتقلق وبتخاف جدا، لكن حسن بيطمنها وبيقول لها ان هي خلاص مش محتاجة المحرك في حاجة. وبتبدأ مادلين تهبط بالطيارة على المدرج وبتتحرك وراها عربيات الإسعاف والمطافي، ولكن فجأة عجلة الطيارة بتتكسر وبتفقد مادلين السيطرة على الطيارة بالكامل، وبيتفتح باب الطيارة وبيقع منه داريل وبتدوس عليه العربيات اللي جاية ورا الطيارة وبتموته. وبتفضل الطيارة تزحف على المدرج لحد ما في النهاية بتقف، فبيجري المسعفين على الطيارة وبياخدوا وينستون على عربية الإسعاف بسرعة. وبيظهر حسن وبيكون مبسوط بمادلين وفرحان باللي هي عملته، بس وقتها بتلاحظ مادلين ان في رجل إسعاف شكله مريب بيتكلم في التليفون، وبتفضل متابعاه لحد ما بتلاقيه بيدخل عربية الإسعاف اللي فيها وينستون، فبتروح وراه بسرعة وبتتصدم لما بتلاقيه بيخنق وينستون وهيموته، فبتطلع المسدس وبتضرب الراجل ده بالنار وبتخلص عليه. بعدها بيشكرها وينستون علشان هي أنقذته. وساعتها مادلين بتلاقي المكالمة في تليفون المجرم لسه شغالة، فبتمسك التليفون وبتسمع كول وهو بيلوم المجرم ان هو استخدم سلاحه وبيسأله المهمة انتهت ولا لسه، فبترد عليه مادلين وبتقوله ان المهمة فشلت وهو كمان فشل وهيتقبض عليه. ولحد هنا وبيخلص الفيلم. الفيديو ده كتبته ومنتجته صوفي، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا فيديوهاتنا الجديدة، وتابعونا على فيسبوك وتيك توك وانستجرام، واشوفكم الفيديو اللي جاي، واحلى سلام.